أن هذه المسألة طويلة ذيولها، الردود والتعقيبات والإجابة على الردود ذلك يطول جدا. الآن هذا الذي حدثتكم به إنما اختصرت لكم الكلام اختصارا. وطريقة ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع حسنة، لأنه لما ذكر مذاهب العلماء في هذا قال: واستعمال الحديثين، يعني النوعين المانع والمبيح، يكون بأن الداخل إذا شاء ركع وإذا شاء لم يركع. وأنا هنا أقول للناس والخطباء استعملوا طريقة ابن عبد البر هذه، ولا تضخموا ما لا ينبغي تضخيمه، وافهموا أن المسائل إذا اختلف فيها العلماء، هذا الاختلاف الذي ذكرت لكم بعض أطرافه، ومع ذلك ففيه بعض الطول، وأنتم ترون أن كلا يستمد كما قال البصيري: وكلهم من رسول الله ملتمس. ما كاينش واحد يقول: لا أنا أقول من ذهني ومن عندي ومن رأيي ومن خيالي. الناس كلها تستمد من الحديث، وإنما هي فهوم واجتهادات، بعضهم يرى وبعضهم يرد عليه ما يراه، وما منهم إلا رد ومردود عليه. فعندما يخبرني مخبر أن خطيبا ما في مسجد ما رأى داخلا دخل فأراد أن يصلي ركعتين فصاح به مجلجلا مدويا: لا كذا كذا، هذا جهل عظيم. وعندما أرى أيضا أن أحدث بأن إنسانا دخل فجلس فقام الخطيب يقول: لا قم فصلي ركعتين، هذا أيضا جهل عظيم. شتي ابن عبد البر هو هذا استعمال الأحاديث: إذا شاء ركع وإذا شاء يركع، واتركوا الناس. ثم يعني أنا يضحكني، أستغرب، لا ينقضي عجبي ممن يقول: لا احنا المالكية نقول كذا. عندنا قول آخر في المذهب المالكي. المذهب المالكي لنا فيه قول آخر بتحية يعني ما. ثم نحن الآن نعيش في زمن لم تعد الأقطار مقطوعة عن غيرها. العلوم الآن المذاهب تدخلت، تسمع أنت في بلد مالكي وتسمع غيره من مذاهب الفقه، وأنت في بلد الحنابلة وأنت في بلد الأحناف، الانترنت والفضائيات. هذا إذن القضية الآن في بسط المذاهب وتبيين مدارك العلماء فيها. احنا مالكية ما نديروش كذا، لا احنا حنفية ما نديروش كذا. زمان مات هذا وانقضى. إذا بقيت تتكلم أنت عظام ميت، أنت ميت. ما احنا مالكية، باش عرفتي راسك أنت مالكي؟ والمالكية عندهم قول آخر. ولماذا الضجيج ولماذا الصداع ولماذا الشجار؟ هذا الذي يجلس يرى أن ذاك لم يقم بالسنة وعارض السنة لأنه جاء جلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وذاك يرى أنه خالف لأنه يصلي. دعوا الناس إلى من خير، دعوا الناس إلى من خير، وضعوا الأمور مواضعها. بقي كلام جميل جدا، نفيس جدا جدا، لابن أبي جمرة الأندلسي المالكي رحمة الله عليه. بسط أيضا مذاهب العلماء في هذا إثباتا ونفيا، وذكر ما يعرض في هذه القضية لأهل المذاهب، ثم ذكر زيادة مسلم التي ذكرت لكم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ليتجوز بهما. قال كلاما عجيبا جدا، قال: وهذا إن صح، طبعا هو صح، قال: وهذا إن صح نص صريح لا يحتمل التأويل. الآن بين لنا هو الذي يراه راجحا. فهمنا الموقف ديال ابن أبي جمرة، هو يرى أن من دخل المسجد يركع. ابن أبي جمرة أندلسي مالكي من أئمتنا، لكن ما الذي قال بعد ذلك؟ قال: وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني، يعني ما ذكر ذلك الخلاف طويل. لماذا لم يأتي أولا فيذكر هذا النص الذي لا يتطرق إليه التأويل وينهي القضية؟ هو يبين لك لماذا أطال في الكلام. قال: وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا. بركة العلم هي هذه، ولهذا كان العلماء يعرفون بالعلم، يعرفون بالصلاح، ويعرفون بالأدب، ويعرفون بالأخلاق.
لأنه إذا لم يفعل ذلك ماذا ستظن؟ ستظن أن ابن أبي جمرة رد على المتقدمين وخطأ على المتقدمين، وهذا إذا حسنت العبارة، وإلا فستقول المتقدمون أجمعون أكتعون أبصعون خالفوا الحديث وانتصر له ابن أبي جمرة، كما يفعل كثير من الناس هداهم الله في زمن هذا. قال: وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعرضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا. سبحان الله، هل نتعلم إلا من كتبهم ونجهد جاهدين فلا ندرك فهومهم؟ فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يجحد فضلهم علينا فإن ذلك غباوة وجهالة. ثم يقول لئلا يبخس للمتأخر حقه، قال: على أنه فتح لبعض من تأخر أكثر مما فتح على بعض من تقدم. هذه أرزاق، العلم رزق، وقد يرزق الله بعد من تأخر من العلم ومن الفهم فيه أكثر مما رزقه بعض من تقدم. قال: وليس ذلك مما يخل بجلالة منصبهم، وإنما ذلك من طريق المن من المولى العليم. شوف الكلام خصو يتحفظ ويدار ويرد. لما الإنسان يجي ينعس ويقول أذكار النوم ديالو قبل ما يدير يقرأ هذا الشيء هذا يعلم الآداب، هذا يعلم التواضع، هذا يعلم معرفة الأقدار لذوي الأقدار. قال: وإنما ذلك من طريق المن من المولى الكريم. علاش غادي يمن؟ علاش؟ قال: ليبقي لمنكسر القلب بالتأخير شيئا يجبر به كسره. قال: ولفائدة أخرى، لتبقى على حديث وفوائده ما لا تنقطع إلى يوم القيامة. هذه هي بركة العلم، وهذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه النشأ. وكل إنسان نشأ ولم يسلك هذا الدرب فاعلم أنه لا بركة في علمه، وخير للناس وخير له أن ينفضوا عنه ولا يأخذوا عنه، لأن الطباع بعضها يسرق من بعض. فإذا كان هذا الذي تأخذ عنه لا يسرق طبعك من طبعه، الأدب والتواضع وهضم النفس واتهامها، وهذا ستكون شرا مستطيرا على الناس. فخير لك وخير للناس ألا يؤخذ عنك ولا تأخذ عنه. الله أعلم. نعم. أيوة. الفائدة الثالثة قال: ولفائدة أخرى أن تبقى القلوب متشوفة إلى فضل الله سبحانه لقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. لأنك إذا قلت مسائل العلم انقضت، وكل ما يمكن أن يستنبط من نصوص القرآن والسنة فقد يستنبط. يعني هذا الذي تأخر وجاء في مثل زماننا، وإن حصل الملكة وإن حصل الآلات لن تتطلع نفسه إلى شيء. الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد أدركنا، والله أدركنا ناسا من العلماء إذا تحدثوا في أشياء من الحديث وأشياء من القرآن قد يذكرون في القرآن تفسيرا أو وجها بلاغيا أو شيئا لا تجده في كتب التفسير. هذه التفاسير موجودة، قد نقرأ 20 تفسيرا أو أكثر في الآية الواحدة ولا نقع على ذلك الذي ذكره ذلك العالم، فنعلم أنه شيء فتح الله عليه به واختصه به، لا تنقضي عجائبه. نعم.